تحياتي لكم. مناسبة هذا اللقاء هو ما قد وعدتكم به سابقا من كشف عدد من الفضائح داخل مديرية الأخبار بالقناة الأولى، التي تدعي اليوم مديرية الأخبار بالقناة الأولى والرئيس المدير العام للشركة الوطنية إذاعة وتلفزة على أنهم يدافعان فيها عن المهنية. مناسبة هذه الفضيحة تتعلق أساسا بالانتخابات التشريعية ل 2011 والتي أعقبت الاستفتاء على الدستور في يوليوز 2011. كانت مديرية الأخبار تستضيف آنذاك ممثلي والأمناء العامين للأحزاب السياسية من أجل شرح برامجهم السياسية، وكانت توهم المشاهدين على أن هذه الأسئلة التي كانت تصل على المباشر على أنها أسئلة للمشاهدين عن طريق البريد الإلكتروني niqash@snrt.ma. والحقيقة أن هذه الأسئلة كانت تكتب بالاتفاق مع مديرية الأخبار بعيدا عن اهتمامات المشاهد، وتقطع بطريقة بليدة جدا، وتلصق بشاشة الحاسوب الموضوع في بلاطو النشرة، والذي بالمناسبة لا يوصل بأي مولد كهربائي ولا يوصل بالإنترنت مع الأسف، بل غير مشغل أساسا. وكانت هذه الأسئلة تلصق على الشاشة بشكل يتيح للمذيع على أنه يشاهد الشاشة، وكأن هذه الأسئلة تصل آنذاك على المباشر. طبعا كانت توضع لدى المذيع نسخة من هذه الأسئلة، ويتوهم ممثل الأحزاب السياسية على أن هذه الأسئلة تصل آنذاك على المباشر. الخطير في هذا الأمر على أنه يأتي في لحظة تاريخية للمغرب ما بعد استفتاء 2011 الذي دعا فيه جلالة الملك صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى الإصلاح في كافة القطاعات. والخطير في الأمر كذلك على أنه كذب على الأحزاب السياسية المغربية على اختلافها، والخطير في الأمر كذلك على أنه كذب على المشاهد المغربي في 2011. بعدما كنا نعتقد أن كافة الوسائل التضليلية انتهت من الإعلام العمومي المغربي، فنكتشف بأن المهنية غير موجودة، وعلى أن التدريس لا زال مستمرا، وأن الكذب على المشاهد المغربي لا زال مستمرا بطرق ربما حديثة جدا. وهنا أطرح أكثر من تساؤل. إذا كان العريشي يعلم بذلك فإن الأمر كارثة، وإذا كان العريشي لا يعلم ذلك فإنه كارثة. وهنا أطرح أيضا تساؤل: أين هي المهنية التي اليوم تتحجج بها مديرية الأخبار وتنتقم بها من الصحفيين وتطلق العنان على أنها حققت شيئا أو إنجازا تاريخيا داخل مديرية الأخبار؟ هذا الكلام أنا أقوله وأنا في كامل المسؤولية والوعي، ومستعد الحديث بشأنه والمحاسبة بشأنه، لأنه يتعلق بتعاقد بين المشاهد المغربي وبين المذيع. وأنا أعترف على أنني كنت في لحظة من اللحظات ضمن سرب من المذيعين الذين قبلوا بهذا الأمر على مضض ومرغمين على ذلك، لأن سلطة مديرية الأخبار وغيرها تتجاوز سلطة الصحفي الذي من المفترض أن يكون قادرا على التعبير عن رأيه والدفاع عن مهنيته داخل الإذاعة والتلفزة. ومن هذا الموقع، موقع جسور بوجدة، اخترت أن نوجه هذا النداء، وأن نوجه أيضا اعتذارا لكافة المشاهدين المغاربة الذين استبلدناهم في لحظة تاريخية مهمة. وأطلب من جلالة الملك صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ضامن الحق والقانون في هذا البلد، والذي يسعى إلى إصلاح كافة القطاعات، أدعوه مجددا إلى إصلاح الشركة الوطنية إذاعة وتلفزة، وإلى إصلاح الإعلام العمومي المغربي، لأنه يحتاج إلى ذلك. ولا أعتقد أن جلالة الملك سيقبل بمثل هذه السلوكات في هذه الظرفية التاريخية الحاسمة التي تنتظرنا فيها كثير من التحديات. وشكرا مرة أخرى.